السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وصفة جديدة وفيديو جديد، وهنعمل النهاردة مع بعض البيتزا بس بشكل جديد شوية، شكل الظرف حلو جدا. واهم حاجة تهمنا بقى في اي فيديو معجنات هي العجينة تبقى هشة وتبقى طرية معايا، وكمان ما تبقاش فيها مكونات كتير، يعني ما تبقاش معقدة معايا، عشان الناس اللي اول مرة تعمل معجنات تطلع معاها نتيجة حلوة وكمان مضمونة. زي ما انتم شايفين العجينة معايا قد ايه هشة وجميلة. بالنسبه للحشوه هنقدر نحشي اللي احنا عايزينه. ولو انتي من عشاق المعجنات ما تنسيش اللايك، كملي معايا الفيديو للاخر ويلا بينا. عندي هنا كوبايه ميه دافيه، بالنسبه للمعيار بتاعها 200 مللي. وكمان عندي هنا ربع كوبايه من الزيت، برضو الوزن بتاعها 50 مللي. نزلت عليهم كوبايه كده من الزبادي، دي الوزن بتاعها 70 جرام، ومعلقتين كبار من السكر، وهنا كمان معلقه كبيره من الخميره، ومعلقه كبيره من الخل. وهقلبهم بشكل كويس جدا. يفضل ان احنا نشتغل بالمضرب اللي هو اليدوي ده، على اساس اعرف اقلب كويس الزبادي ما يعملش عندي تكتلات. بالنسبه للمواد الجافه عندي نص كيلو من الدقيق، حطيت عليهم نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، وكمان ربع معلقه صغيره من الملح. هحطهم عندي على المواد السايله وابتدي اقلب بشكل كويس كده بالمعلقه. هقلب كده بس لحد ما الدقيق عندي يتشرب المواد السايله، لكن بعد كده الشغل كله هيبقى بايديا. ايديا اللي هتحس العجينه دي عايزه ميه تاني او لا. تمام. بالنسبه بقى للدقيق، في دقيق هيحتاج يعني ميه اكتر، دقيق هيحتاج ميه اقل. ممكن المقدار معاكي بتاع النهارده يبقى مظبوط، وممكن يحتاج مثلا معلقتين ميه، مفيش اي مشكله خالص. ده هيرجع على حسب نوع الدقيق نفسه. بعد ما بلم عندي العجينه، يعني ما يبقاش فيه اي دقيق خالص ظاهر، بسيب عندي العجينه كده لمده 10 دقائق. والخطوه دي بنعملها في كل فيديو معجنات. هنا بعد ما عدى حوالي 10 دقائق هبتدي اعجن بقى العجينه واشيلها واحطها على الرخامه، اللي هي بقى ايه زي ما بنقول كل مره كده، مش هنزهق يعني من المعلومه دي. انسب مكان تقدري تشتغلي فيه هي الرخامه بالنسبه للمعجنات. هعجن هنا مش اقل من 4 او 5 دقايق لحد ما العجينه تديكي القوام اللي انت شايفاه ده. قوام يعني مطاطي، قوام ناعم وكمان طري. مهم جدا على فكره، وخصوصا في البيتزات ما ينفعش ابدا يبقى القوام يعني يابس عن كده شويه. المفروض عندي هنا بسيبها في بوله كده لحد ما بتتخمر. وخلي بالي بالنسبه للصيف والشتاء، يعني الشتاء بياخد وقت اكتر، وكمان ادفي العجينه لان العجين بيسقع. بديها مسحه كده من الزيت وبغطيها كويس جدا. بالنسبه لمده التخمير من نص ساعه ل 40 دقيقه، وده زي ما قلنا في الشتاء. نيجي هنا بقى عشان نعمل الصلصه بتاعتنا. فوق على النار نزلت معلقتين كبار من الزيت. عندي هنا كمان طماطمتين كبار متقطعين مكعبات زي ما انتم شايفين، بشوحها تشويحه بسيطه خالص كده، مش هتاخد اكتر من دقيقه. واضيف عندي فصين كبار من الثوم مفرومين بشكل كويس جدا. هقلبهم برضو تقليبه مع بعض كده. المفروض ان انا بسيبهم يعني حوالي دقيقتين كمان لحد ما ريحتهم تطلع، وبعد كده انزل عندي بالبهارات. عندي من كل حاجه هنا نص معلقه، الى الفلفل الاسمر بس ربع معلقه. عندي توم باودر وبصل باودر وكمان سكر والملح وزعتر وبابريكا. حطيتهم كلهم، وهزود بس معلقتين من الميه، مش اكتر من كده خالص، يعني على اساس تمشي معايا كده الصلصه. والمفروض ان انا هضيف عليهم هنا بقى معلقه كبيره من الصلصه ومعلقه كبيره من الكاتشب، مش هضيف اي حاجه تانية. بس يعتبر اول ما بتغلي كده اروح طافي عليها، وتبقى كده معايا تمام جدا. احلى صلصه ممكن تعمليها للبيتزا. في كمان صلصه كنت عملتها قبل كده سريعه، ولكن دي برضو طعمها حلو جدا. يعني عايزه السريعه ماشي، عايزه دي مفيش اي مشكله. بعد ما بشيلها من على النار بديها ضربه كده في الخلاط، وبتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بضيف عليها بس كده، واخر حاجه يعني اخر اضافه ليها معلقه كبيره من الخل، وبتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصراحه حلوه جدا، وكمان ريحتها حلوه قوي. بالنسبه لدهان الوش، عندي صفار بيضه ومعلقه صغيره كده من الخل، هربهم بشكل كويس جدا. وبعد كده هضيف عليهم معلقتين كبار من اللبن، وبرده هيتقلبوا بشكل كويس. اضافتي للبن بعد كده على اساس اللبن لو حطيته مع الخل بيعملي تكتلات بسيطه، برده دي خطوه كده وتركان خلي بالنا منها. هنا العجينه بعد ما عدى عليها حوالي نص ساعه متخمره بشكل كويس جدا. العجينه معايا طريه، يبقى انا كده هاخد في الاخر نتيجه كويسه. وكمان معجنات هشه جدا زي ما انتم شايفين. ابتديت ان انا اعملها رول، وهقطعها بقى على حسب ما انا عايزه. لو عندك ميزان هتبقى الوزن الواحده نفسه حوالي 70 جرام. لو ما عندكيش يعني بالعين كده عايزاهم صغيرين او كبار مفيش اي مشكله خالص. بعد ما قطعتهم هبتدي ان انا اقرصهم اكورهم. وبرده زي ما بنقول كل مره، يعني دي في اساسيات المعجنات، ده علشان يسهل كده علينا اي شكل هنعمله في المعجنات بتاعتنا.
بعد ما خلصت دهنت كده دهنه بسيطه خالص الصينيه بتاعتي، وابتديت ان انا ارصهم وهسيبهم حوالي 5 دقايق يعني يريحوا، بحيث ان انا لما اجي افردها ما تلمش مني. برش رشه دقيق كده على الرخامه على اساس برضو تسهل معايا الفرد، وكمان ما تلزقش مني العجينه. الشكل اللي احنا عايزينه النهارده في العجينه شكل مربع، فهبتدي افرد مره بالطول ومره بالعرض لحد ما يظبط معايا، وبرضو هستعين بايدي كده ان انا اظبط عشان يديني الشكل المربع شويه زي ما انتم شايفين. وعايزه كمان اقولك بالنسبه للسمك بتاع العجينه ما يبقاش تخين خالص، يعني يبقى نص سنتي، ده كده سمك كويس جدا. يعني ما ننساش ان هي هتاخد تخميره، وكمان اثناء التسويه هيزيد حجمها. بعد ما بخلص فرد بجيب بقى الصلصه بتاعتي وببتدي ان انا احطها ازاي بالشكل اللي انتم شايفينه ده. يعني طبعا المربع بيبقى ليه 4 اركان كده، هبتدي اخد يعني شكل سمبوكسه، يعني شكل طولي شويه، وادهن دهنه كويسه كده من الصلصه. عندي هنا بقى جبنه موتزاريلا، او عايزه ميكس يبقى ما بين الجبنه الموتزاريلا والشيدر، او حتى الرومي والشيدر والموتزاريلا، مفيش اي مشكله، دي بتاعتك انت. حتى كمان الكميه حطي على حسب راحتك. عندي هنا قطع بقى من البسطرمه، او عايزه تحطي لانشون او سلامي، او تحطي قطع فراخ او لحمه، برضو الخطوة الحشوة دي زي ما قلنا مفتوحة لك خالص. بضيف هنا كمان قطع صغيرة خالص كده من الزيتون، انا جبته مخلي وابتديت ان انا اقطعه صغير خالص على اساس ما يبقاش كتير كده في الحشوة، وتبقى معايا البيتزا نفسها حادقة شوية. وبرضو حطيت عندي فلفل، الفلفل بالنسبة لك حامي او بارد مفيش اي مشكلة خالص. وكمان بكمل بحاجات بسيطة خالص كده من الجبنة، وبقفلها التقفيلة اللي انت شايفاها دي، وبشيلها احطها عندي في الصينية. هنيجي برضو نكرر واحدة كمان. عايزه اقولك في فرده او في طريقه فرد تانية. يعني ممكن اجيب العجينه نفسها لو الرخامه عندي كبيره، وابتدي ان انا افردها خالص كاني هعمل مثلا بيتزا رول، وابتدي ان انا اقسمها لمربعات، برضو هتديني نفس النتيجه دي. يعني دي معاكي ودي معاكي، والاسهل ليكي اعمليه. بالمناسبه انا ما دهنش الصينيه عندي حاجه، الصينيه دي ما بتلزقش، لكن بالنسبه للصواني الالومنيوم ممكن تدهنيها دهنه بسيطه خالص كده لا تذكر من الزيت. عايزين بقى نتكلم في شويه حاجات ممكن تخلي العجينه معاكي تنجح، يعني تبقى عجينه كويسه جدا. ممكن تخلي العجينه معاكي تبقى فاشله فشل ذريع، وبتخلي ناس كتير قوي تتعقد من حته المعجنات دي. اول حاجه عندي هي الخميره، اتاكد من نوع الخميره يبقى كويس جدا. يعني لو انا مش متاكده من النوع اللي انا هستخدمه هعمل تيست الاول. تاني حاجه سخونيه الماده السائله، يعني اذا كان اللبن او الميه ما يبقاش سخنين، يبقوا دافين كده زي دمعه العين. تمام. تالت حاجه عندي العجن، مده العجن نفسها. ان عايزه اقول لك في فرق ما بين العجينه في اول دقيقه، وفي فرق ما بين العجينه بعد ما عدى عليها 5 دقايق. دي برضو حاجات نخلي بالنا منها. وكمان مده التخمير نفسها اذا كان في الصيف او في الشتاء. هنا بقى عندي بعد ما خلصت البيتزات كلها بسيبها تريح بس حوالي 10 دقايق او ربع ساعه بالكتير جدا، مش اكتر من كده خالص. وبعد كده بديها دهان الوش اللي هو دهان التلميع، صفار البيضه مع الخل، وكمان معلقتين اللبن. بدهنها بشكل كويس قوي. بالنسبه للوش بقى ببتدي احط عندي كده وحدات من الزيتون المخلي بالشكل ده، او حتى زيتونه كامله اللي عندك اشتغلي بيه، وبرده هيدينا شكل حلو جدا. بعد ما بضيف عندي الزيتون ببتدي ان انا احط عندي كده على الوش ده كده سمسم ابيض، وبرده بيدي شكل حلو قوي. عايزه تحطي سمسم بس ماشي، عايزه تحطي سمسم مع حبه البركه زي ما انا هعمل كده برده. هي بتبقى كلها رشات بسيطه، ولكن الشكل عايزه اقولك في الاخر بيبقى حلو قوي. بالنسبه بقى للتسويه بدخلها عندي على درجه حراره 180، فرن بيبقى متسخن من قبل كده. بدخلها في الرف اللي في النص، وابقى مشغله من تحت بس لحد ما بياخد لون كويس، وبعد كده بروح مشغله عندي الشوايه من فوق، وبيديني اللون اللي انتوا شايفينه بصراحه ولا احلى من كده خالص. يا رب يكون النهارده الفيديو عجبك. ما تنسيش اللايك والاشتراك، وللمتابعه فعلي زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. وسلام عليكم.